حبيت أجمعهم يوم الجمعة على الفطار، بس بوصفة مختلفة عن اللي بينزل لهم كل يوم في اللانش بوكس. فقررت أجمع بواقي العيش اللي اتبقت عندي في الفريزر علشان نشتري عيش طازة كل أسبوع. فجمعنا كده بواقي العيش وفتحته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ينفع في عيش فينو، كايزر، أي نوع من أنواع العيش الفينو هينفع معاه الوصفة دي، وهتطلع خطيرة يا جماعة. جبت بقى معلقتين كده من الزبدة ودهنت بيها كل الحواف والجناب، ومن تحت كمان لقيمات العيش دي. لما هتدخل الفرن وتتحمص هتحسوا انها لسه طازه، لسه طالعه من المخبز دلوقتي حالا، وفي نفس الوقت هتكون مقرمشه وخطيره مع حاجات كتير بقى. آه قلت برضو احط على الزبده شويه كركم، نعلي القيمه الغذائيه، وكمان نعلي التست ونخليها اشبه ما يكون بالفايش بتاع المخابز. برضو دهنتها كده بالزبده والكركم، اديتها لون اصفر ذهبي جميل جدا، وفي نفس الوقت اديتها نكهه الفايش الى حد ما. رصيتهم بقى في الصينيه ودخلتهم الفرن على درجه حراره هاديه، وسبتهم يتحمصوا على نار هاديه كده وبراحتهم، قبل ما انا عملت بقى كوبايات الشاي واللبن. وجهزت كده السفرة بتاعتي بالجبن، بزبدة الفول السوداني، بالعسل. بصوا خطيرة مع كل حاجة. هوريها لكم دلوقتي مع العسل والزبدة، كانت فظيعة. وبرده مع الجبنة البيضة كانت أجمل وأجمل، لأن أنا بحب الفيش قوي بالجبنة البيضة. وعجبت الولاد طبعا بزبدة الفول السوداني مع العسل. جربوها، الوصفة لطيفة قوي وسهلة، وكمان هتلملكوا لو انتوا ما بتحبوش العيش يبات عندكم اكتر من اسبوع في الفريزر. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.